أتلوم نفسك على ما فعلت؟ أجابني: هذا ذنب صغير أسأل الله أن يغفره. أمنت على دعوته، لكني قلت له: لا تستهن بالذنوب الصغيرة. العارفون يقولون: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. هل أدركت الأمر؟ الذنب يجرح، والجرح على صغره قد يصيبك في مقتل. ثم زدت ما سمعت من العارفين: اعلم أن إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. ثم قلت له: حارب الوحش في مهده، لا تدعه يكبر فيصعب عليك القضاء عليه. فإني قرأت للعارفين قولا رائعا: دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدفعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. واحذر أن يمرض قلبك، فالقلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة، ويصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاؤه الذكر، ويعرى كما يعرى الجسم، وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة. وكيف أعرف إن كان قلبي مريضا أم سليما؟ عاد فسألني، وعدت فأجبته: اطلب قلبك في 3 مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب